خليني بقى اقول لك شويه جمل كده، هي مش مجرد كلام تحفيزي، لكن جمل تعيش بيها وتفتكرها لما تحس انك تايه، وتمسك فيها وقت ما الدنيا تضلم. اول جمله: اللي جوه دماغك مش دايما صح. الدماغ ساعات بتكذب، بتقولك مش هتنجح، محدش مهتم، اللي بتعمله ملوش قيمه. بس انت لازم ترد، لازم تقول لنفسك انا مش مضطر اصدق كل فكره بتيجي في دماغي. الفكره اللي بتقولك اجل ممكن تكون نتيجه خوف من جواك، مش حقيقه. فانت مش مطالب تصدقها، انت مطالب تختبرها، تبدأ وتجرب وتشوف. تاني جملة: أنا مش محتاج أبقى مثالي، أنا محتاج أتحرك. المثالية أوقات بتشل. لازم الفيديو يطلع بيرفكت، لازم الورق يبقى مكتوب بنسبة 100%، لازم أكون جاهز 100%. بس كل ده بيخليك ما تبدأش. والحقيقة اللي بيبدأ نص نص بيوصل أسرع من اللي ما بدأش خالص. لو عملت خطوة بسيطة ولو بنسبة 50%، أنت كده سابق اللي لسه بيحضر. تالت جملة: أنا مش متأخر، أنا في طريقي. اللي حواليك ممكن يكونوا سبقوك، ممكن تشوف حد عنده نفس حلمك وسابقك بخطوتين، بس لو فضلت تبص عليه وانت لسه واقف في مكانك مش هتشوف طريقك. كل واحد ليه توقيته. انت مش لازم تكون نسخة مكررة من حد، ولا لازم تكون أسرع من الناس. انت بس لازم تكون أحسن من نفسك اللي كانت بتأجل. رابع جملة: أنا مش ضعيف، أنا كنت محتاج أتعلم. بص، لو وقعت أو أجلت تاني ما تقولش أنا مفيش فيا فايدة، قول أنا لسه بتعلم، لسه بعرف إزاي أشتغل. أنا وقعت بس المرة دي عرفت السبب. أنا راجع بس أنا عندي وعي أكتر. كل خطوة غلط هي درس، وكل وقعة هي فرصة تعرف نفسك أكتر. خامس جملة: البداية اللي هبدأها النهاردة ممكن تغير حياتي بعد 6 شهور. عارف دي اللي لازم تكتبها وتعلقها قدامك وتشوفها كل شوية. كل مرة تيجي تأجل افتح موبايلك واقراها، كل مرة هتقوم تتفرج على مسلسل اقراها. انت عارف ايه اللي هيحصل بعد 6 شهور من الالتزام؟ حرفيا مفيش أي حاجة في حياتك هتفضل زي ما هي. شكل تفكيرك هيتغير، ثقتك في نفسك هتزيد، واللي حواليك هيشوفوا نسخة جديدة خالص منك. دلوقتي بعد ما سمعت كل ده، عايزك كده تاخد نفس عميق وتقف مع نفسك لحظة، لحظة واحدة بس، واسأل نفسك: هو أنا هستنى لحد إمتى؟ كل حاجة قلناها النهاردة مش محتاجة منك غير قرار، مش محتاجة كاميرا ولا معدات ولا حتى معجزة. محتاجة منك يكون عندك نية وفعل وخطوة تبدأها، ثم خطوة تانية، ثم استمرارية حتى لو بسيطة.